العزومه لان طالبين سمك وطالبين حاجات كتير قوي. طبعا يا كابتن. خلي بالك يا كابتن احمد انت متدبس معايا ها. طبعا يا كابتن تحت امرك. خلاص يعني اعمل انت ومحمد ابراهيم واحمد حسن. تحياتي لحضرتك وكابتن مدحت طبعا وكابتن مجدي. مبروك يا جعفر. رائع يا جعفر. ربنا يخليك يا كابتن. مبروك يا حبيبي. قناص دايما وطول عمرك كده، حتى لما بتبقى احتياطي بتنزل بتأدي وبتجيب اهداف. فالنهارده اثبتت انك بالفعل تقدر تكون اساسي في فريق النادي الاهلي، وان شاء الله منتخب مصر في فريق نادي الزمالك. شفت مجدي بينمر عليك ازاي؟ لا خلي بالك، لكن خليك في الزمالك يا احمد، احنا عايزينك. على كابتن ان شاء الله باذن الله. ربنا يخليك. بشكر حضرتك طبعا، وانا بحمد ربنا الحمد لله على النتيجه النهارده وعلى الاداء وعلى المكسب الكبير ده. بغض النظر يا كابتن عن المنافسه كده، احنا كنا مركزين ان احنا نعمل حاجه، فالحمد لله ربنا كرمنا. وبعد طبعا يا كابتن الفوز ده لجمهور الزمالك العظيم اللي جوه ورانا، وبتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان عاوز الجمهور تبقى للدوري باذن الله، لان عاوز الجمهور طبعا يا كابتن روح للحياه في مصر، وان شاء الله باذن الله يبقى في القريب ان شاء الله باذن الله يا كابتن. قول لي يا احمد، انت التيشيرت رقم 9 ده انت واخده جديد؟ ايوه يا كابتن، انا كنت لابس 11 وكده، فلما عمرو مشي فقلت انا هلبس 9 يعني اغير السنه دي يعني. الحمد لله رب العالمين. وشه حلو عليك الرقم من بدايته اهو. الحمد لله رب العالمين يا كابتن. الحمد لله. احمد يعني حابب تقول ايه لمنتخب مصر؟ طبعا يا كابتن، انا بغض النظر لو موجود يا كابتن او مش موجود، انا بتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان اكون موجود. طبعا اي حد في مصر بيتمنى يكون موجود في منتخب مصر. فان شاء الله باذن الله يا كابتن، يعني سواء موجود او مش موجود بتمنى الصوت. طبعا اهم حاجه كابتن العالم، واتمنى لهم التوفيق من ربنا عند ربنا سبحانه وتعالى. وان شاء الله باذن الله الفتره الجايه تبقى فتره كويسه جدا على مصر كلها كابتن باذن الله، وبدايه باذن الله للصعود كاس العالم باذن الله كابتن. بدات المباراه راس حربه وحيد، وبعدين في الدقيقه 67 نزل جنبك عبد الله سيسي. الفارق في ادائك الهجومي وانت لوحدك وانتوا 2 رأسي حربه يا احمد؟ كابتن هو طبعا الواحد لما بيلعب لوحده عليه مسؤوليه كبيره جدا كابتن طبعا. فالحمد لله الواحد يعني بقى لي الحمد لله 4 سنين اهوت يعني متعود عليها يا كابتن. الطريقه دي متعود ان انا يعني دايما بلعب لوحدي وكده. الحمد لله اديتها بشكل كويس الشوط الاول الحمد لله، وربنا كرمنا وجبت جونين وعملت جون الحمد لله. الشوط الثاني طبعا سيفيرا كان عايز يزود يا كابتن الناحيه الهجوميه شويه، فدفع بعبد الله السيسي بقينا نلعب بفرودين. وبعد يمكن ربع ساعه وكده غيرني ريحنا عشان الماتش الجاي باذن الله يوم الخميس وكده، ورايح احمد عيد ورايح صبري. عندنا ماتش يوم الخميس وكده كابتن، كل 4 ايام ماتش، فهو حب يريح الناس دي يعني عشان الماتش الجاي. فالحمد لله طبعا ربنا وفقنا وكرمنا الحمد لله بنتيجه كتير. عملت 1 2 رائع في الجون الثاني يا جعفر. ابراهيم بصراحه. ايوه يا كابتن، انا ومحمد ابراهيم. محمد ابراهيم. طب انا بس كان استكمال لسؤالي يا جعفر، وانت بتلعب راس حربه وحيد، هل بتجد الغزاره الهجوميه في اتجاهك اكتر ولا وانتوا راسين حربه؟ لا يا كابتن، احنا راسين حربه طبعا بتفرق، لان الاستدراكات بتبقى مشغوله دايما مع الاثنين يا كابتن يعني. مثلا لما تقرا راس حربه لوحدك بتبقى مثلا عليك 2 يا كابتن، الاثنين مراقبينك. اذا كان لما راس حربه في واحد بس مراقبك وكده، فتقدر ممكن تعدي منه في واحد، تسرقه في واحده كده يا كابتن. فهي بتبقى راس حربه بتبقى عاليه في طبيعه الفيرود يعني. رميتوا التيشيرتات للجمهور بعد المباراه ها؟ تمام، قبل الماتش. ودي مش عهده دي ولا ايه؟ لا يا كابتن، التيشيرتات كده جايب الحله وكده، فانا يعني هديها للجمهور وكده. اوكي، مبروك يا احمد، الف مبروك. مبروك يا ابو حميد. مبروك يا احمد، الف مبروك. انا قلت بعد المباراه قبل المباراه. الكلام رائع، بس انت